والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام. فالإسلام معناه الاستسلام، وأسلم معناه استسلم، فهو الاستسلام لله جل وعلا بتوحيده وإخلاص العبادة له دون سواه. فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك. وأما من استسلم لله وحده فهو الموحد. ولهذا قال الاستسلام لله بالتوحيد، والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. هذا هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، بأن يجعل المعبود واحدا، بدل أن يكون المعبود آلهة متفرقة يكون إلها واحدا وهو الله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الإسلام، الدين القيم. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو الإسلام، الانقياد له بالطاعة، يعني مع التوحيد وإفراد الله بالعبادة تنقاد لأوامر الله جل وعلا فتفعلها وتترك ما نهى الله عنه تجتنبه. الطاعة تشمل فعل الواجبات وترك المنهيات، هذه هي الطاعة. والبراءة من الشرك، فلا يكفي أن الإنسان لا يعبد إلا الله، بل لا بد أن يتبرأ من الشرك ويعتقد بطلانه، تبرأ من الشرك وأهله ويعتقد بطلانه وكفر المشركين، وأن يعاديهم أو يبغضهم في الله عز وجل. فلا يكفي أن الإنسان لا يشرك، بل لا بد أن يتبرأ أيضا من الشرك وأهله ويبغض الشرك وأهله. فلا يقول أنا ما علي، أنا إذا صلحت ما علي من الناس، لا، هذا غلط. يجب عليك أن تعادي أعداء الله وأن تحب أولياء الله، هذا من التوحيد. تحب ما يحبه الله ومن يحبه الله، وتبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. هذا معنى قوله والبراءة من الشرك وأهله، كما تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه من المشركين.
كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرأوا منهم ومن معبوداتهم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا هو التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به. والبراءة من الشرك وأهله. هذا الإسلام له نواقض، قد يسلم الإنسان يدخل في الإسلام لكن يرتكب أشياء تخرجه من الإسلام وهو يدري أو لا يدري. فيجب على الإنسان معرفة هذه النواقض من أجل أن يتجنبها. كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. مخافة أن يدركني. الإنسان يخاف. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه من الشرك مع أنه هو الذي كسر الأصنام وأوذي في الله. مع هذا لم يأمن على نفسه فقال وقال عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لما رأى كثرة الشرك وكثرة المفتونين خشي على نفسه. والإنسان بشر، الإنسان بشر، والذين وقعوا في الشرك بشر. الإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن على دينه، بل عليه الخوف على دينه أكثر مما يخاف على نفسه وعلى ماله وعلى حرمه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.